بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. زي ما حضراتكم سمعتوا كده في بداية الفيديو، صوت الغسالة الفريش 13 كيلو اللي قدام حضراتكم دي صوت عالي جدا جدا وصوت مزعج جدا جدا. طبعا ده نتيجة تلف الجيربوكس. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم معاكم ازاي نغير الجيربوكس ده من الالف الى الياء. انا طبعا مش هجري الفيديو ولا يعني هعمل فيه اي شورت علشان حضراتكم تستفادوا من الفيديو. فالفيديو ده ان شاء الله بإذن الله مفيد جدا لكل الفنيين ولكل واحد حابب يصين غسالته بنفسه. يلا بينا نبدأ على بركة الله. طبعا اول حاجة علشان نغير الجيربوكس بنفك الريشة زي ما حضراتكم شفتوا كده وبنخرجها. طبعا الجيربوكس بيبقى مثبت باربع مسامير 10. الجيربوكس الفريش يعني بيبقى المسامير بتاعته دي بتبقى 4 مسامير زي ما حضراتكم شايفين كده، بتبقى مثبتة الجيربوكس في الحلة او الحلة في الجيربوكس. زي ما حضراتكم شايفين كده، اول حاجة بنفك الريشة وبعد كده بنفك المسامير اللي بتبقى موجودة تحت الريشة. المسامير دي طبعا بنفكها واحدة واحدة كده علشان احيانا بتبقى مجنزرة، وعلشان راس المسمار ما تفوتش مننا وطبعا تاخد وقت او نضطر ان احنا نقطعها بصاروخ او خلافه. فواحدة واحدة كده ونعشق البيبة في المسمار واحدة واحدة علشان يخرج معانا او يفك معانا بكل سهولة. زي ما حضراتكم شايفين كده بنفك الاربع مسامير ونخرجهم، وبيبقى في وردة طبعا تحت الريشة كده برضو بنخرجها معانا، وردة ستانلس علشان تبقى رافعة الريشة لفوق ما تبقاش ساقطة. وبعد كده طبعا احنا بنقلب الغسالة على جنبها، وبلاش ان احنا نقلب الغسالة على وشها يا جماعة علشان الكارتة، وعلشان لو في مية ولا حاجة ما تنزلش على الكارتة وتدخل في الليفل. فاحنا بنقلب الغسالة كده على جنبها وبحيث ان هي تكون مرفوعة من ناحية الكارتة، ونبتدي نحل كفر الحماية اللي بيبقى موجود على الجيربوكس اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ده طبعا بيبقى مثبت باربع مسامير 8. بنفك المسامير دي كده ببيبة 8 علشان نخرج السير ونبتدي في فك الجيربوكس. طبعا وظيفة القطعة دي هي لما المساعدين تكون بايظة او يكون في حمل على الحلة طبعا بتسقط للأسفل علشان تبقى محملة عليها لو المساعدين بايظة وسقطت للآخر، بدل الجيربوكس ما ينزل على الأرض أو يحصل فيه كسر أو تلف نتيجة الحمل. الصاجة دي بتبقى صاجة حماية. طبعا هي في الغسالة دي مش صاجة، هي بلاستيك ناشف أو فبر. نبتدي طبعا نفك السير زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا طبعا يعني لازم نتبع الخطوات خطوة خطوة علشان نقدر نقوم بعملية فك الجيربوكس بكل سهولة ويخرج معانا بكل سلاسة. طبعا الجيربوكس ده كمان مشكلته مش في الصوت يا جماعة، الجيربوكس ده بيلف اتجاه والاتجاه التاني قافش. طبعا ده كده لو استمر على كده يحرق الموتور، بالاضافة ان هو كمان جايب مية كتير وجايب صدى زي ما حضراتكم شايفين كده، قافش في الناحية والناحية التانية شغال. ناحية اليمين مش قادر يلف لانه قافش، وناحية الشمال بيلف معانا. فطبعا ده كان لازم يتغير، لان في ناس طبعا بتقولك انا استحمل الصوت عادي علشان التكلفة، ولكن لما يوصل لمرحلة ان هو يلف في اتجاه والاتجاه المعاكس ما يلفش، او ممكن الغسالة تغسل كويس وتيجي في مرحلة العصر ما تلفش الحلة. دي طبعا كلها اعطال بتقابلنا في تلف الجيربوكس او اثناء تلف الجيربوكس، بالاضافة طبعا الى الصوت العالي المزعج اللي حضراتكم سمعتوه في اول الفيديو.
طبعا بنفك مسامير الموتور، لان الجيربوكس ده بيختلف عن في جيربوكسات طبعا بتبقى نص، بيبقى الموتور ثابت زي الغسالة التوشيبا التمانية، وفي بعض الغسالات بيبقى الجيربوكس اسمه جيربوكس نص، الموتور بيبقى ثابت والجيربوكس بيبقى لوحده. بنفك مسامير الموتور دي في الغسالة دي بتبقى مسامير 13. طبعا المسامير دي ممكن تختلف من غسالة لغسالة، ولكن طبعا احنا معانا كل المفاتيح وكل العدد، بحيث بيكون مسمار 10 نفك، مسمار 14، مسمار 13. طبعا عدتنا موجودة فيها كل حاجة. وطبعا العدة دي ليها أهمية كبيرة جدا في أو بتساعد الفني بشكل كبير. طبعا الجيربوكس بيبقى مثبت بأربع مسامير، الجيربوكس الفريش ده. طبعا المسمارين زي ما حضراتكم شايفين كده، مسمارين 10 بنفكهم، ومن الأسفل برضو مسمارين 10. بالإضافة طبعا بيبقى مثبت بأربع مسامير 8 اللي هم بيبقوا موجودين على صواجة الحماية. طبعا ده موتور الشداد بيبقى مثبت برضو على الجيربوكس، لازم نحرره من على الجيربوكس قبل ما نخرجه. بيبقى مثبت بمسمار إيلين كده. احنا بنفك برضو موتور الشداد علشان نخرج الجيربوكس. طبعا بيختلف برضو ان بين الجيربوكس ده وبين الجيربوكس التوشيبا، احنا ما بنفكش الشداد في تغيير الجيربوكس الغسالة التوشيبا. طبعا كل غسالة وليها نظام وليها طريقة فك بتتميز بيها مثلا عن الشركات الأخرى، أو لازم تكون بتختلف عن الشركات الأخرى. ولكن في البداية طريقة تغيير الجيربوكس هنلاقي معظمه متقارب من بعضه. وطبعا اللي ايده دايسة في كل الغسالات هيلاقي الموضوع سهل وبسيط. هو الموضوع يعني هيكون اللي هو الفني المبتدئ او اللي مغيرش جيربوكس قبل كده هيحس ان الموضوع صعب، ولكن الموضوع سهل يا جماعة جدا. باقي طبعا عندنا مجموعة الصرف دي زي ما حضراتكم شايفين، دي بتبقى مثبتة في الحلة بكلة، طبعا علشان نخرجها، علشان ما نكسرش الجزء اللي راكبة عليه المجموعة دي في الحلة. بنحاول نسخن عليها او ندفي عليها بولاعة كده علشان الكلة تسيح معانا وتخرج معانا المجموعة دي او الكوعة دي بكل سهولة. مش محتاجين طبعا ان احنا نتعافى عليها علشان ما نكسرهاش او نكلف العميل حلة او يحصل فيها اي كسر او شرخ. زي ما حضراتكم شايفين كده بتخرج معانا اول ما بنسخن عليها، بتتفك معانا وتخرج معانا بكل اريحية، علشان في ناس طبعا ما بتسخنش عليها وبتيجي تشدها مرة واحدة او تلفها مرة واحدة بتكسر الزورة اللي في الحلة دي. طبعا بعد ما بنفكها بيظهر معانا مسمارين تحت، برضو مسمارين 10 بيبقوا مثبتين الجيربوكس من الاسفل. بنبتدي ان احنا نفكهم برضو ببيب 10، وبكده طبعا نكونوا حررنا كل حاجة على الجيربوكس بالنسبة للموتور ومجموعة الصرف وموتور الشداد. الخطوة اللي جاية طبعا ان احنا نبتدي ان نخرج جيربوكس. طبعا الجيربوكس ده يا جماعة مش الجيربوكس بتاعها الاصلي، الجيربوكس ده كان متغير قبل كده. ولكن طبعا انا برضو زي ما قلت لحضراتكم في فيديو سابق، انا ما بجيبش قطعة غيار لحد. الجيربوكس زي ما حضراتكم شايفين كده بيخرج معانا بكل سهولة، لان طبعا العميل بيقول لي انا كنت لسه مغيره مثلا من سنة ونص او سنتين، فبيخرج معانا. ولكن في بعض الاحيان او معظم الاحيان ان الجيربوكس مثلا لما بيكون غايب فترة طويلة مثلا 5 سنين 6 سنوات، بيخرج معانا بان احنا نحرر المسامير كلها ونفك المسامير كلها وياخد له دقة كده من فوق. زي ما حضراتكم شايفين كده الجيربوكس قافش، يعني بيلف في اتجاه والاتجاه التاني ما بيلفش. وده جيربوكس جديد طبعا اشتراه العميل.
هو اللي بيجيب حاجته بنفسه، يعني طبعا بيروح عند بتاع قطع الغيار يقول له في حاجة مثلا ب500 وفي حاجة ب600، ده على سبيل المثال. هو يجيب اللي هو عايزه، انا بس باخد مصنعية التركيب. وده طبعا يعني حاجة كويسة جدا علشان يبقى في مصداقية ما بينك وما بين العميل. انت تخليه يجيب حاجته بنفسه. ولكن طبعا انا بيقابلني نماذج كتيرة يعني حاجة تزعل، ان مثلا الجيربوكس تمنه في السوق بيبقى مثلا وليكن 1000 جنيه. بتبص تلاقيه بيقول للعميل انا جايب لك جيربوكس ب1500 جنيه، بالاضافة ان هو عايز بعد كده كمان مصنعية. ولكن المصداقية مع العميل هي دي، يعني هو ده المكسب الحقيقي بدل الفلوس. الفلوس بتروح والفلوس بتتصرف، ولكن تبقى المصداقية بينك وبين العميل. هو ده طبعا المكسب الحقيقي، ان انت تكسب عميل او تاخد دعوة كويسة يعني من عميل، لعلها يعني ربنا يستجابها ليك. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، اهم حاجة ان احنا نحاول نركب الجيربوكس في مكانه كويس، ونبتدي ان احنا نتأكد ان الجيربوكس بايت في مكانه كويس. ونبتدي بعد كده ان احنا نشبط المسامير بتاعتنا الاربعة، ونبتدي نربط مسمار على اليمين فوق ومسمار على الشمال تحت، علشان الجيربوكس يركب معانا كويس ونتأكد ان هو بايت في مكانه كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده، بنبتدي بعد كده نقرط على المسامير. طبعا الجيربوكس كده يعني يعتبر ركب معانا. بنبتدي ان احنا نرجع كل حاجة خلعناها في مكانها الطبيعي، من موتور او موتور شداد او مجموعة بتاعة الصرف. زي ما حضراتكم شايفين كده، دول الاربع مسامير الاساسيين اللي بيثبتوا الجيربوكس في الحلة. معلش يعني سامحونا ان الفيديو بتاعنا النهاردة طويل شوية، ولكن انا بالتفصيل كل حاجة بنعملها جايبها لكم بالتفصيل، علشان محدش يبعت لي في التعليقات ويقول لي انت كده جريت الفيديو او قصيت جزء منه. كنا محتاجين نعرف الجزئية دي. طبعا يعني سامحونا على طول الفيديو المرة دي، ولكن في ناس طلبت مني ان انا يعني انزل لهم الفيديو بكل مرحلة الفك والتركيب والتجميع مرة تانية، مع ان يعني مرحلة التركيب مرة تانية هي نفس مرحلة الفك بالظبط. ده طبعا بنثبت الموتور في فبرتين كده بيتثبتوا تحت الموتور، وده طبعا يعني زي رجلاش كده علشان نشد منه السير، نرفع الموتور لفوق او نهوي الرجلاش شوية علشان نريح السير في مكانه. طبعا بيبقى 13 تاني نثبت بيها الموتور. ده طبعا شد السير. طبعا لما بنركب الموتور او نقرط على مسامير الموتور، السير ده بيتشد بأي حاجة كده بنرفع بيها الموتور لفوق، السير بيتشد معانا. ونربط على المسامير الموتور كويس ونشد عليها زي ما حضراتكم شايفين كده، وما نحاول ان احنا ما نشدش السير على الاخر علشان ما يبقاش حمل على الموتور، او الموتور مش هيقدر يلف بالهدوم والسير مشدود على الاخر. ونبتدي نرجع طبعا مجموعة الصرف مكانها ونثبتها مكانها. طبعا مجموعة الصرف علشان نركبها تاني بنحتاج ان احنا نحط عليها كلة علشان تمسك في مكانها، وعلشان ما يبقاش في اي تسريب مياه من الجزء ده. شوية كلة كده ونحاول ان احنا نوزعهم في الكوعة بالكامل. طبعا واحنا بنفك كنا بنسخن علشان
نفك الكلة دي او الكلة دي تسيح وتخرج من مكانها، واحنا بنحط كلة تاني علشان تمسك كويس، لان طبعا دي بيبقى فيها جزء الكاوتشة وموتور الشداد بيشدها، فلازم تكون دي ثابتة في مكانها كويس. ونربط مسمارين اللي بيثبتوا القاعدة بتاعة مجموعة الصرف مكانها. زي ما قلت لحضراتكم دول بيبقوا مسمارين إلين. بنبتدي ان احنا نربطهم في مكانهم تاني ونثبتها كده. هيبقى باقي معانا موتور الشداد. بعد ما نجمع دي هننتقل على موتور الشداد. طبعا بنراعي ان احنا لازم نركب المجموعة بتاعة الصرف في الجزء بتاع الكلاتش اللي بيشد منه بيفتح للعصر. وبنثبت ايضا موتور الشداد على الجري بوكس بنفس الشكل كده زي ما حضراتكم شايفين، او زي ما كان قبل ما نفك كل جزء من الغسالة. زي ما قلت لحضراتكم يا جماعة الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. كل اللي محتاجه حضرتك يعني العدد اللي احنا احتاجناها في فك الجيربوكس. ممكن بيبقى 8 بيبقى 10، او لو في مفاتيح عند حضرتك المتاح، ولكن طبعا البيبة الحرف تي بتبقى بعد ايدك شوية عن جسم الغسالة، فبتبتدي تفك بكل اريحية. وطبعا المسمارين دول لازم نربطهم كويس علشان دول هما اللي بيبقوا مثبتين الشداد على الجيربوكس. ونبتدي بعد كده نركب صاجة الحماية. دي طبعا زي ما قلت لحضراتكم بتبقى مربوطة او ضمن مسامير تثبيت الجيربوكس على الغسالة ب4 مسامير 8 لضمان تثبيت الجيربوكس اكتر. في غسالات تانية طبعا بتبقى الصاجة دي بتبقى متثبتة بمسمارين، مسمار من اليمين ومسمار من اليسار، ولكن في الغسالة الفريش بتبقى متثبتة ب4 مسامير 8 زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يا ريت حضراتكم لو أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. احنا طبعا مش بنخبي عنكم اي معلومة ولا بنحاول نقص من الفيديو، بنحاول نديكم الحاجات المفيدة كلها، مش زي فيديوهات تانية كتير بتيجي عند الحاجة المهمة وتيجي قصاها ومنزله لك الحاجة اللي كل الناس عارفاها. احنا بننزل الفيديو زي ما قلت لحضراتكم من البداية للنهاية علشان الكل يستفيد. فما تبخلوش علينا ان انتوا تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا علشان نستمر. ودول طبعا بعد ما قلبنا الغسالة دي بنثبت ال4 مسامير تاني في الحلة في الجيربوكس، ونبتدي نشد عليهم، بس ما نشدش عليهم كتير جدا علشان ما يتقطموش في الجيربوكس. يعني اول المسامير ما تتقل معانا كده شدة بسيطة خالص علشان المسامير دي ما تتقطمش. وطبعا ان احنا نبص على الصليبة دي نحاول ان احنا نشوف لو فيها اي تآكل او اي حاجة بنغيرها، ولكن الصدى ده وارد في كل الغسالات نتيجة المية والمسحوق وخلافه. كده يعني نكون انتهينا من تركيب الجيربوكس بربط ال4 مسامير دول. نبتدي طبعا نركب الخطوة اللي جاية، نركب الريشة. طبعا بيبقى فيه وردة كده تحت الريشة لازم نركبها مكانها علشان دي هي اللي بتبقى رافعة الريشة ما تسقطش لتحت او الريشة ما تحكش في جسم الغسالة. هي دي الوردة اللي انا بقول لحضراتكم عليها.
لابد من تركيبها، لأن الغسالة أساسا بتنزل بيها. الوردة دي بتبقى ستانلس، ما ينفعش تكون حديد علشان ما تصديش من المية. وبننزل الريشة بتاعتنا، ودي آخر مرحلة في تغيير الجيربوكس. حضراتكم لو تلاحظوا ان تغيير الجيربوكس او الفيديو بتاعنا 20 دقيقة، يعني مش هناخد اكتر من كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ارجو ان هو يكون نال اعجابكم وتكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة. وده دلوقتي طبعا ده صوت الغسالة بعد انتهاء مرحلة تغيير الجيربوكس. يعني يا ريت حضراتكم تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا علشان نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.